تفتكر لو حطينا كابوريا في القفص ده ايه اللي ممكن يحصل؟ الكابوريا هتحاول تخرج نفسها وان شاء الله تنجح، بس انت لو حطيت كابوريا كمان ايه اللي ممكن يحصل؟ هتلاحظ معايا ان كل ما اي واحدة فيهم هتحاول تطلع وتنجو بنفسها بره القفص، التانيين بيشدوها لتحت. كل ما تحاول تطلع برضه يشدوها لتحت علشان ما تطلعش والتانية تكون لوحدها تحت. في عبرة هنا، لو عرفتها قبل ما اقولها لك تبقى فنان. طالما انت عرفت العبرة هنا، انت ليه برضه مصمم تتمسك بيهم؟ يا عم فوق، يا عم يا عم فوق، يا عم الله يسهل. بيوقعوك بيفشلوك بينزلوك الارض، وانت برضه مصمم تمشي معاهم، وانت برضه مصمم تمشي ورا كلامهم، وانت برضه مصمم تبقى في قاعده معاهم وتسمع كلامهم اللي ملوش لازمه، وتبقى حواليك الطاقه بتاعتهم الفاشله اللي مخلينك تنزل لتحت، وتفضل زي ما انت ما بتتحركش لقدام وما بتطلعش اي خطوه، تفضل زي ما انت علشان مجرد ان انت حابب القعده، حابب اللمه، حابب تبقى معاهم. بيخلوك مكانك. حط نفسك في بيئه تطلعك لقدام مش توقعك. اخر نصيحه اقولها لك، ودي من تجربه شخصيه بجد، ما تجيش على نفسك وتستحمل بيئه بتوقعك وبتنزلك لتحت وبتشدك علشان تفضل معاهم. ما تجيش على نفسك، ما يصعبوش عليك. ممكن تفضل معاهم بس ككلام، كاصحاب، كاي حاجه تانية، خلاف ان هم دول يبقوا البيئه الاساسيه بتاعتك اللي انت فاكر ان هم هيطلعوك لفوق. مش هيطلعوك ولا حاجه، هينزلوك وبس. فوق فوق.